السلام عليكم المتابعين الغزالين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيه كي دايرين مع الصيام؟ كلشي بخير ان شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كل من واحد ان شاء الله، وصياما مقبولا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد نشارك معكم واحد الرغيفات ديال الفلافل، يعني عامرين بالفلفله بالالوان. صراحه كيجيو غزالين، تيجيو رائعين يعني بزاف. وكتجيبوه في المقله، يعني بلا ما تجيبوهمش لا في الفران ولا هو، ولكن شوفوا المهم الطريقه والعجينه. عندي هنا الدقيق ديال الفرص، زلافه ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الفينو، والفلفلات بالالوان والبصله مقطع الفلفله صغيره مربعات يكونوا صغيرين بزاف بزاف بزاف، والبصله. دابا ان شاء الله ندوز نعجن العجينه هي الاولى، ومن بعد ندوزو باش نشحروا داكشي ديالنا. العجينه العجينه باش نخليوها ترتاح العجينه، باش ملي كانت مرتاحه يعني كتكون يعني كتساعدنا في الخدمه. باش ما كانت العجينه دائما مرتاحه كتساعدنا بزاف في الخدمه. ايوا دابا بلا ما نطولش عليكم، ومهم تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وخليكم مع الفيديو. مهم يلا نتلاقاو في نهايه الفيديو ان شاء الله.
هنا كندوز كنشحر البصله هي الاولى حتى كتذوب شويه، يعني ما نخليوهاش يعني تكون قاصحه او تحمر. المهم طيح على نار مهيله حتى كتذوب، ومن بعد عاد كنضيفوا لها ديك الفلفله ان شاء الله. ها هي البصله ديالنا، يعني كنقص عليها ونخليها حتى تولي يعني تذوب باش ما كتبقاش لنا قاصحه، ما كتثقبش لنا العجينه. المهم صافي هنا البصلايه ديالنا دابت شويه، يعني مبقاش كتقزقز كما كنقولوا. البصله ديالنا دابت شويه، يعني نستمر لها بالتحريك باش ما تكونش تجينا محمره ولا شي حاجه، يعني تبقى في اللون ديالها بيضه. ايوا دابا صافي هنا غنزيد عليها هاد الفلافل، التمره مقطعاهم صغارين مربعات صغارين بزاف. صافي وندير لهم التوابل، يعني عادي الملح اللي بصار، يعني شويه ديال الحار اللي تيبهم حارين، المهم ندير شويه ديال الفلفل الحار والبصار وشويه التوابل. المهم انت اللي يختار اي حاجه تعجبو في التوابل. ماشي اولا هو الاول دابا نشحر البصله مع الفلافل، ومن بعد عاد نضيف لهم دوك التوابل ان شاء الله. نقص ثاني عليها ونخليها يعني حتى على الخطر ديالها باش تشبنا ديك الفلفله. صافي درنا الملحه، عملت لي بزار. كاين لي بزار كندير يعني على حسب الذوق، يعني كاين اللي تيبغي الحار كاين اللي ما تيبغيش الحار. صافي الملحه والابزار يكتفي بهم، والانسان كل واحد شنو يعني تبغي تزيدي فيهم معليش. صافي ونخليوه كتشحر ان شاء الله، باش ندوزو باش نعمرو الرغيفات ديالنا حتى كطيح هادي وتبرد شويه، باش ندوزو نعمرو بهم الرغيفات باذن الله. انا هنا ضفت لهم شويه ديال السودانيه الحار والتحميره، يعني التحميره كتكون شويه يعني باش ما تقلطيش اللون، تكون شويه ديال التحميره ماشي بزاف.
نطلقهم، يعني كندير وحده في وحده، كنطلق وحده الاولى وكنعمرها وكندير الثانيه فيها. يعني صراحه راه تيجيو زوينين الصراحه والله. وبالنسبه للزيت باش كنطلق درت فيها واحد الخميره بيكن باودر ديال الحلوى، يعني درتها في وسط الزيت. هي اللي كنطلق بها العجينه. هما الطريقه ديالهم سهله، المهم على المذاق، والصراحه تيجيو زوينين. تيجي واعرين واعرة واعرة. صافي، ونستمر عليهم هكا حتى نكملهم ان شاء الله، نتلاقاو في النهاية بإذن الله. وصافي دابا جينا على نهاية الفيديو بعد ما طيبناهم. جاو على هذا الشكل الصراحة تيجيو زوينين، تيجيو لذاتين والله. نتمنى ان شاء الله اللي شاف الفيديو ما ينساش من التعليق يكون زوين وبسمه تكون زوينه، واللي ما مشارك في القناه يشارك باش ان شاء الله توصلوا دائما بالجديد. و وما تنساوش بالبسمه، فضلا منكم وليس امرا، والى فيديو قادم، مع السلامه، باي باي.